زهقت، حاسس ان انت مش قادر تكمل، حاسس ان انت لو قفلت الكتاب دلوقتي محدش هيلومك. طب استنى ثانية، هو انت بتهرب من المذاكرة ولا بتهرب من حلمك؟ الفيديو ده ليك لو تعبان من المذاكرة بس نفسك توصل. يعني تقريبا دي اسرع سنة عدت عليا، وفي نفس الوقت اطول سنة عدت عليا، يعني من كمية الضغط اللي فيها انت ما بقتش عارف هي سنة بتجري، الايام عمالة تجري بيك، وبرضه حاسس ان هي السنه طويله مش عايزه تخلص، ونفسك ان السنه تخلص. جاي اقول لك كلمتين من القلب كده وانا قاعد في السكن لوحدي، لعل وعسى يبقوا امل لحد خلاص جد من الثانويه. خلي بالك ان الكلام ده من واحد دفعه السنه اللي فاتت، يعني ما لحقش ينسى التعب لسه. يعني انا اكتر واحد حاسس بيه. بص، اولا شعور الزهق، الناس اللي هي ما عندهاش ليها نفس تقعد على الكتاب او ما عندهاش ليها نفس تذاكر اساسا وزهقت خلاص. شعور الزهق مش معناه انك فاشل، اولا شعور الزهق ده معناه ان انت بتجتهد فعلا، فانت زهقت تمام. ومفيش حد بيجي في ماراثون وما بيتعبش، خليك فاهم ان التعب اللي انت فيه دلوقتي بيروح، اما الانجاز اللي انت عملته بيفضل. وصدقني تعب سنه ولا ان انت تندم عمرك كله. ربنا قال فان مع العسر يسر، يعني مش بعد العسر، لا ده مع العسر. يعني انت دلوقتي وانت تعبان الفرج موجود، وانت بتجتهد ربنا شايفك. وفي حديث ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، يعني كل ساعه مذاكره مكتوبه، كل دمعه ضغط برضه متشاله. الوجع المؤقت احسن مليون مره من وجع الفشل ومن وجع الندم، من كل ده. صدقني انا كنت حاسس بكل اللي انت حاسس بيه ده دلوقتي، بس حاليا ايه؟ اللي هو انا لو رجع بيا الزمن تاني هتعب الف مره، فاهم؟ اللي هو انت ما جربتش لذة الوصول، ما جربتش فرحة اهلك، ما جربتش الفرحة اللي بجد. فصدقني والله كل ده بيهون، والله التعب ده كله بيهون. وصدقني وان ليس للانسان الا ما سعى، يعني انا مش عايزك تعتقد مجرد اعتقاد بسيط ان انت هتتعب ومش هتلاقي، مفيش الكلام ده. سواء بقى مراكم مش عارف فيزياء كيمياء رياضه، مراكم كل المواد اللي بيكلمك ده، لك ما كانش يفقه اي شيء في اي شيء، وما كانش في دماغه. يعني انا لو رجعت دلوقتي لبدايه ثالثه ثانوي، لبدايه ثالثه ثانوي يعتبر اول شهر مثلا فيها واول كام اسبوع، هتسالني انت عايز مثلا تخش ايه، ولا نفسك في ايه، ولا نفسك تعمل ايه، ولا كان في دماغي اي حاجه حرفيا. وشوف دلوقتي انا فين. انت مش عارف ربنا شايل لك ايه، ولا ربنا كاتب لك ايه، ولا انت هتبقى فين قدام. خلاص حاسس ان انت هتبقى مريض نفسي، يعني هتخلص السنه دي هتبقى مريض نفسي، بس ما فيش الكلام ده. والله العظيم ما في الكلام ده. انت هتخلص السنه دي من هنا بمجرد ان انت بس هتشوف نتيجه تعبك، بمجرد ما النتيجه تظهر كده وربنا يكرمك وتشوف فرحه اهلك وانت تفرح وتشوف فرحه اهلك، هتنسى كل اللي عدى ده. والله ما هتفتكر اي حاجه، والله ما هتفتكر اي حاجه خالص. انا عارف اوحش حاجه في الدنيا ايه، اللي انت بتحد من قدرات نفسك، اللي هو انا مش هوصل، اللي هو انا مش هعرف. طب يا عم ليه؟ طب ما تجرب، انت خسران حاجه؟ اللي هو انت مش خسران حاجه اساسا. انت مش حمل، صدقني والله ما حمل ساعه واحده ندم من اللي انت هتحسها بعد النتيجه، من اللي انت هتحسها لما تشوف الناس اللي انت كنت بتمشي معاهم، الناس زمايلك، الناس اللي كانت بتقول لك ما كناش بتذاكر. ليه؟ في طبعا من النوعيات دي موجوده في ثانويه عامه، هتشوف يعني هتشوف كل الاشكال. موجود كله، موجود اللي بيذاكر يقول لك مش بذاكر، موجود اللي مش بيذاكر ومش بيذاكر. فكل حاجه موجوده. انت كمل، والله العظيم تعمل نجاح حلو، والله العظيم تعمل فرحه حلو. اللي هو انت تخلص هتحس انت مش شايل هم حاجه في الدنيا اساسا بعد الثانويه خلاص. يعني انت ازمتك دلوقتي الثانويه، بعد الثانويه انت مش شايل هم حاجه، مع انك انت داخل على مرحله اكبر بكتير ضغط. يعني احنا بناخد منهج ثانويه عامه ده في شهرين، بس عادي على قلبي زي العسل طالما انا داخل الكليه اللي انا نفسي فيها، او كليه مثلا ان انا بحبها وفرحت اهلي وفرحت وخلاص. انا عادي بالنسبه لي، مفيش بقى ضغط الثانويه، مفيش مش عارف ايه ليه، مع ان الكليه مثلا محتواها اصعب، الضغط فيها اكتر من حيث الكميه. هقول لك لان الثانويه دي فتره مصيريه، اللي هو انت دلوقتي انت بتحدد مستقبلك، انت هتكون فين. خلاص انت دخلت الكليه، انت طلعت على سلم هتطلع. يعني ما تسلمش نفسك للشيطان، او ما تسلمش نفسك للافكار اللي بتجيلك ديت. لو سالتني انا مثلا او اي حد مثلا كان في ثانويه وربنا كرمه، لو سالتني اقول لك لو رجعت الثانويه ديت هتعب الف مره، وهتعب ضعف التعب اللي انا تعبته، فاهم؟ عشان اجيب درجات اكتر، عشان اجيب مجموع اكتر، عشان اخش كليه احسن، فاهم؟ فالموضوع انت هتتعب فعلا، انا معاك ان انت هتتعب، بس هتلاقي. يعني انت هتتعب وهتلاقي، اللي هو انت هتبقى في الاخر مرضي، صدقني في الاخر انت هتبقى مرضي. فانت ما تستسلمش، بالله عليك بالله عليك كمل. يا رب الناس اللي هي وصلت لمرحله خلاص ما عادش فارقه معاها وخلاص بقى ما بقتش فارقه وبتاع، تشوف الفيديو دوت، واكون انا مجرد سبب بسيط ان انا مثلا ارجع لهم الامل تاني. لان صدقني والله انت مش حمل احساس الندم، ربنا ما يكتبه على حد طبعا. في النهايه نصيحتي ليك ان انت تكمل، مراكم كمل، تعبان كمل، زهقت من المذاكره كمل، قرب من ربنا جدا الفتره ديت. استغل شهر رمضان دوت، استغل شهر رمضان ده ان انت تقرب من ربنا، ان انت تدعي. ليس لهم دعوه لا ترد، الصائم والمظلوم والمسافر. فانت استغل شهر رمضان ده، انت ليك دعوه قبل الفطار، انت دعوه مضمونه مستجابه، دعوه مستجابه. بس انت خد بالاسباب، اسعى. يعني انت ما تكونش بايع الدنيا خالص وتقول هدعي مثلا ومستني ان ربنا يكرمك. اسعى، اسعى الاول بعدين ادعي، هات اخرك خلاص. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا مش حاطك في المكان ده وهو عارف ان انت مثلا مش قده، انت مش هتعرف. لا انت هتعرف، بس انت
يعني كابت نفسك، مقلل من قدرات نفسك ليه؟ طيب جرب جرب وحاول واسعى. انا بجهز لكم فيديوهات حلوه عن موضوع التراكمات في المواد والمذاكره في رمضان والحاجات دي كلها. طبعا انا مجهز لك الفتره الجايه كميه فيديوهات ان شاء الله، كميه فيديوهات محترمه. اكتب اللي انت عايزه في كومنت، اي فيديو انت عايز نعمله لك ان شاء الله. اعمل فيديو عن طرق الحل في الفيزياء والكيمياء والكتب اللي انا استخدمتها والكتب اللي انا حليت منها، وان شاء الله يعني في فيديوهات كويسه جدا نازله الفتره الجايه، ما تقلقش انا معاك. تكتب لي اللي نفسك فيه كومنت وانا قاعد لك، مش ورايا حاجه والله، مع ان ورايا محاضرات هيستولوجي هذاكرها، بس اكتب لي اي حاجه انت عايز نعمل لك عليها فيديو ان شاء الله هعمله لك. وخد لفه في القناه كده هتلاقي حاجات كتير حلوه.